لما ابتدينا الشغلانه دي 2001 ما كانش في حاجه اسمها بروكر. سمعة البروكر دلوقتي بقت عاملة ازاي؟ ان ياما في ناس بتطلع كده وبتنزل كده، فتاكد ان انا بضر بسمعتي. كاتب على الكارت بتاع السيلز بتاعه بروبرتي كونسلتنت. محايد ازاي؟ انت عارف ان دي كلبوش سجن. انا اول مرة في المعلومة دي. لكن مفيش حاجه اسمها ديفلوبر بره عنده سيلز. يا جماعه ده اختراع مصري، احنا كده ولفناه بينا وبين بعضينا. للاسف احنا بوظنا جيل كامل من المسوقين العقاريين، والناس دي ما بتشتغلش بمرتب، زيرو سالري. جه معاد السؤال الثعباني. ده انا بقيت اتكسف يا راجل اقول ان انا بشتغل في ريل ستيت، هتوحشنا يا بناني. انا بقول بقى كل حاجه بصراحه. احنا النهارده داخلين على مليون مسوق. طب وبعدين اشخاص كتيره جدا وشركات كتيره جدا عماله بتعمل ممارسات خاطئه جدا جدا جدا، ولا في حد بيعاقبهم. لو فضلنا مكملين بنفس الطريقة اللي احنا ماشيين عليها، السعي ربنا قفل الباب خلاص. هو ربنا قال لك السعي يعني الصبح بدري. هتيجي بقى الساعه 1 الظهر 2 الظهر تقول لي اسعى، تسعى مين؟ ايه اللي هيحصل في المستقبل؟ شركه التسويق في الامارات او في اي حته في الريره هي ليها ريتنج، والريتنج ده مش بالعدد ولا بالفوليوم. الريتنج ده عباره عن ويت اللي انت شغلك والشكاوي اللي جايه من الشركه عندك قد ايه. الوصفة السحرية للبروكرج الناجح. من اكتر المجالات اللي دايما بيكون عليها علامات استفهام، اشاعات كتيره بتطلع على المجال ده، وناس كتيره بتكون عايز تعرف تفاصيله، لان تفاصيله كتير والناس عايزه تفهمه. كل الاسئله دي هنعرفها وهنجاوب عليها في الليدز كاست، وطبعا الاجابات دي هنعرفها من اكتر ناس خبره في مجال العقارات. مجال العقارات اللي دايما كل الناس عايزه تسمع عنه اكتر وتعرف عنه معلومات اكتر. وعشان كده النهارده هيكون معانا الاستاذ محمد البناني، مانجينج دايركتور ريد ريل استيت دومين. مساء الفل عليك. ازيك يا باسم، وده شرف ليا. انا مبسوط جدا ان انت معايا النهارده، لان بالاخص الاسئله اللي احنا محضرينها انا اول واحد هستفاد منها. بس يعني انت قلت لي اسئله صعبانيه. في اسئله صعبانيه الصراحه، فانا عايزك تبقى مستعد. خير ان شاء الله. طب. محمد البناني، انت بقالك كتير قوي في الفيلد، يعني ممكن نقول واحد من ايقونات مجال الريل استيت، تقريبا من 2004. لا 2001. 2001 اكتر من 20 سنه، اكتر من 25 سنه، ربع قرن تقريبا. ربنا يزيده ويبارك. حبيبي ربنا يخليك. اعتقد المجال اتغير قوي عن ما بدات لدلوقتي. يعني اعتقد ان احنا من 20 سنه او 25 سنه لما كنا بنتكلم عن مجال العقارات او الريل استيت، كنا ممكن نتكلم اللي فيه ديفلوبرز كتير جدا او مطورين كتير قوي وبروكرجز قليله. دلوقتي الموضوع اختلف، انا عايز اعرف الفرق ما بين زمان ودلوقتي عامل ازاي. والله يا باسم، يعني ساعات كده الواحد لما بيسرح بخياله بيقول والله زمان كانت نعمه. يعني عشان ابقى انا بحب الصراحه. اوكي، انا احب الصراحه جدا. ارجوك صراحه لحد ما نخلص. يعني الواحد اصله شايل كتير، فيعني ايه على مر الزمن. بص، لما ابتدينا الشغلانه دي 2001 ما كانش في حاجه اسمها بروكر. كان مسمى بروكر ده سمسار، which كانت متاخده ان هي كلمه ريليتد قوي للراجل بشمسيه، راجل بورتر او بواب او الكلام ده كله. وحاولنا ان احنا as much as we can ان احنا ننقل النظره دي ونغيرها، وتبقى الناس شايفه يعني ايه بروكر، وتفهم يعني ايه بروكر، وتقدر مهنه البروكر. الحمد لله اخذنا شوط كبير جدا جدا عقبال ما نعرف الناس يعني ايه بروكر ويعني ايه المهنه دي. واخدنا طبعا سايكلز ابس اند داونز كتيره. وبعدين ما كانش في اياميها ديفلوبرز كتير زي ما انت متخيل. حتى من 2001 ما كانش في ديفلوبرز كتير. لا، ما كانش في شكل الديفلوبر اللي هو اللي موجود حاليا. اوكي. يعني كان في طبعا اسامي محترمه وقديمه من اياميها، بس ما كانش في الكثره ولا كان في حجم الديفلوبمنتس اللي موجوده حاليا. يعني طبعا حصل، احنا بنتكلم على ربع قرن، حصل فيه طفره جامده جدا جدا في سوق العقار في مصر يعني. لكن يعني اللي الواحد بيبقى حزين عليه ان هو بعد ما بتاخد المهنه لحته راقيه وحته بتاع، يعني للاسف بتيجي بعض الدواخل او بعض الناس بتخش تشوه المهنه تاني. اوكي. فالوضع اللي احنا فيه حاليا ان احنا بنحاول نرجع نبني الثقه تاني ما بين العميل وما بين البروكر وما بين المطور والبروكر، لان للاسف بعض الممارسات الخاطئه من بعض الاشخاص اللي هم مش فاهمين يعني ايه مهنه السمسره، او مش فاهمين يعني ايه بروكر اصلا. دخلوا السوق بكثره. فيعني حصل شويه عوار للسوق، واللي احنا بنحاول نعمله تاني بنرجع نعيد السايكل تاني من اول وجديد. عشان كده الواحد بس يعني ايه مجهد، لان هو شاف السايكلز. يعني احنا ما صدقنا طلعنا وبقينا ناس ولينا شكل وبتاع.
للاسف بنرجع تاني نعيد يعني ايه بروكر ويعني ايه مهنه، مهم. ونرسخ المهنه دي وقيم المهنه دي عند الناس، بالذات الجيل الجديد والناس اللي هي مش انترودرز على المهنه، وهم بقوا كتير للاسف. صح. انت كمان قلت نقطه مهمه قوي هنتكلم فيها، هنرجع لها تاني، وهي سمعه البروكر دلوقتي بقت عامله ازاي. بس برضو وانت بتتكلم جبت بسيره الطفره اللي حصلت في شركات الوساطه العقاريه او البروكرز. فهل هي الطفره اللي حاصله دلوقتي دي حقيقيه ولا مجرد موجه وهتعدي؟ بمعنى ايه؟ ما انت الطفره دي حسب انت هتحسبها كاعداد ولا هتحسبها ككواليتي ولا نتكلم في هتحسب. الاول على كاعداد. لا، هو الاعداد النهارده حدث ولا حرج، ودي مشكله. هي دي مش حاجه صحيه، ودي حاجه انا شخصيا بقالي اكتر من 15 سنه بحارب او بتكلم او دايما بنادي وبطلب ارجوكم اعملوا لنا هيئه منظمه او ريجولاتري بادي للشغلانه بتاعتنا زي دول اخرى يعني عربيه. والنهارده سبقتنا في الحته دي للاسف يعني. اوكي. يعني النهارده في حاجه اسمها الريرا، كل الناس عارفه ايه الريرا، او الناس اللي في المجال العقاري، موجوده في دبي، موجوده النهارده في السعوديه، موجوده في البحرين، ولسه مش موجوده في مصر، مع ان حجم مصر كعقار وكديفلوبمنت يمكن 5 و10 اضعاف الدول دي. لكن للاسف هتسالني ليه ما اتعملتش، ده الرد مش عندي. اوكي. انا بنادي بيه بقالي كتير جدا جدا، لكن هو ده قرار سيادي. يعني ده في الامارات هي اتنفذت بقرار سيادي، في السعوديه اتنفذت بقرار ملكي. ليه قرار سيادي؟ لان ده لازم يجي من فوق خالص، من راس الدوله، ان هي تنشئ ريجولاتري بادي ينظم السوق العقاري في مصر. اوكي. احنا لغايه دلوقتي حضرتك اكيد عارف احنا بنشتغل ولا في رخصه ولا في اي ريتنج ولا في اي حاجه. فده طبعا يعني انت النهارده ازاي طلقت كل الاحجام دي النهارده، اعداد الرهيبه انك بتشتغل في الريل استيت بره. اي حد بيشتغل في العقارات او الريل استيت لازم يدرس وياخد الرخصه عشان يقدر اللي هو يبيع. برافو عليك. ودي حاجه دي اللي احنا بنقولها يا جماعه، شغلانتنا هي مش شغلانه سيز. احنا اسمنا مهنيين. ويمكن يعني اللي مش فاهم يعني ايه المهنيين، في فرق كبير قوي بين المهنه والوظيفه. صح. خلينا نشرحها بطريقه اخرى. المهني هو راجل بياخد دراسه معينه، تخصص معين، وبياخد رخصه لمزاوله النشاط. النجار والكهربائي مهني، السمكري مهني. عشان كده تخش عند السمكره، محل سمكره، تلاقي حاطط رخصه مزاوله نشاط. ليه؟ لان دي حاجات تخص الجمهور. الطبيب مهني، المهندس مهني، المحامي مهني. فالمهنه تتطلب دراسه خاصه. يعني ما ينفعش واحد خريج تجاره يشتغل دكتور، صح؟ صح. لكن ينفع واحد خريج دكتور او طب يشتغل تجاره ويشتغل اي شغلانه ثانيه. لكن المهنه يعني دراسه خاصه بالمهنه دي، ثم رخصه مزاوله نشاط. لان انت بتتعامل مع الجمهور في المهنه، انت بتتعامل مع الجمهور، فاي ضرر يقع على اي طرف في الجمهور او للشعب لازم يبقى فيه عقاب، ولازم يبقى فيه ثواب وعقاب. الرخصه دي هدفها ان انت النهارده لما حد يغلط تعاقبه، او النهارده تسحب منه الرخصه. صح. لو طبيب النهارده عمل مشكله في اوضه العمليات بيتحول للتحقيق وممكن تسحب منه الرخصه. لو مهندس عماره وقعت بعد الشر بيحصل نفس الكلام. كل المهن فيها الثواب والعقاب، لان انت بتتعامل مع جمهور. ما ينفعش انا بتعامل مع جمهور. طب النهارده واحد للاسف مثلا ضحك على حد، او يعني هنقول نصب على حد، مين اللي هيجيب للحد ده حقه؟ صح. هتجيب الراجل ده منين؟ هتسحب ايه؟ اصلا ما عندوش رخصه اصلا. طب لو قلت لك شركات الوساطه العقاريه اللي موجوده دلوقتي او البروكرز اللي موجودين دلوقتي، تقدر تقولي كام في المية مثلا انت شايف ان هم دول شركات ماشيين صح، وكام في المية هيروحوا مع الوقت؟ بص، هو لا يصح الا الصحيح. وانا اتعلمت في الشغلانه دي واللي شفته في 25 سنه ان ياما في ناس بتطلع كده وبتنزل كده. ليه؟ لان النهارده لو هدفي من المهنه، بالذات المهنه، هو المكسب السريع، فتاكد ان انا بضر بسمعتي. اوكي. هي معادله فيري سيمبل. هتدور على المكسب وهتدور على الفلوس السريعه، هتدمر سمعتك وهتبوظ سمعتك. هتتأنى وتاخد القصه كمهنه، تتعلمها صح الاول، تتعلمها صح وتعملها صح وتدي سيرفيس محترمه، وتخاف على سمعتك واسمك. لان يا فرحتي انت النهارده عملت فلوس، لكن اسمك اتحط جنبه اكس. استفدت ايه؟ استفدت على لونج تيرم ان انت مش موجود اصلا، انت الى زوال. اوكي. لكن انا بقول للناس يعني يا جماعه اصبروا، المهنه محتاجه صبر. النهارده انا مثلا اخويا طبيب،
الطبيب بيطلع من طب بعد 6 سنين، وبعد سنة بعديها امتياز، وسنتين نيابة، 9 سنين دراسة، يطلع يتعين بكلام فارغ في مستشفى حكومي، صح؟ طب هو الدكتور يعني بيبص للحتة دي؟ ولو بيبص كمان 10 سنين قدام. هيبقى فين؟ طب هو بعديها ب10 سنين لما تبقى العيادة مليانة ناس ومليانة بني آدمين، هو الراجل ده عمره عمل إعلان ولا بينزل إعلان في التلفزيون؟ الناس دي بتجيله على سمعته. صح. فهي قصة كده، المهنة يعني سمعة. طول ما انت مش بتحافظ على سمعتك فتأكد ان انت عمرك قصير جدا في المهنة دي. واعتقد كمان الكلام ده نقدر مش بس نقوله لاصحاب الشركات، لكن نقدر كمان نقوله للبروكرز اللي بيشتغلوا في الشركات. مش هدفنا يبقى اللي احنا نجيب فلوس وخلاص، هدفنا ان احنا نتعلم نعمل الشغلانه صح ازاي. للأسف النهاردة مع يعني الظروف الموجودة، مع كثرة العدد، مع عدم ريجوليشنز وعلى عدم أي تقييد لأي حاجة، كل واحد بيشتغل سمسار، وكل واحد بيشتغل بروكر، وكل واحد النهاردة ما شاء الله بيبيع. يا جماعة طب ما هو احنا متوقعين ايه؟ احنا بنتكلم النهاردة في أرقام بيقول لك احنا قررنا من مليون بني آدم بيشتغل في المهنة بتاعتنا، مليون بني آدم مطلوقين. انا اوقات بحس انه البروكرز بقوا اكتر من الكلاينتس اصلا. بقينا بروكر لكل عميل. طب ما هو بعدين احنا رايحين فين؟ ده وبعدين في ناس تانية اصلا مش شغلانتهم وبيشتغلوا بروكرز كده بعد الظهر. طب ما هو بعدين احنا بنخاطر بايه؟ احنا بنخاطر بمهنه. صح. بس انت برضو هربت من سؤالي. اتفضل. كم في المية؟ ما هو بص، يعني انا مخنوق من القصه عشان ابقى صريح أصلاً. معاك. جدا جدا. لان هو الواحد بيصعب عليه، الواحد النهارده احنا تعبنا جدا جدا، تعبنا عشان نعمل اسم ونعمل سمعه ونعمل سيرفيس محترمه، وبعدين بنلاقي ان النهارده اشخاص كتيره جدا وشركات كتيره جدا عماله بتعمل ممارسات خاطئه جدا جدا جدا، ولا في حد بيعاقبهم ولا في حد بتاع، وكله بقى الضرب تحت الحزام. طب يعني انت بتحس باحباط ساعات، يعني معقوله انا ماشي صح وبعمل كل حاجه صح وبحاول اطلع يعني ناس متعلمه وتريند وسيستماتيك وستراكشر، والاقي ناس النهارده فاتحه الموضوع على البحري، ده يعيني 3000 بني ادم وده يعيني 4000 بني ادم، وبقت الشغلانه هي شغلانه اعداد. هي مش يا جماعه مش كده. صح. هي مش بالاعداد، يعني هي بالكواليتي، وهي بالسيرفيس نفسها. وبعدين الشباب اللي بيتعينوا دولت انت بتعلمهم ايه؟ انت بتعلمش حاجه. انت بتعلمهم يلا اقفل ديل، يلا كلم العملاء، يلا اخنق العملاء، يلا اضحك على العملاء، وقول لهم ان انت مطور. انا ممكن اتكلم من هنا لبكره، فيعني معلش يعني لا اسمح خد لي، راحتك خالص. لانه خالص. الواحد انا يعني خلاص انا بقالي كتير قوي بتكلم في القصه دي. يا جماعه ارجوكم نظموا السوق العقاري بتاع المسوقين، ارجوكم اخلقوا لنا ريجولاتري بادي. الريجولاتري بادي ده دوره ان هو لازم يبقى تبع الدوله. اتقال لي قبل كده طب ما تعملوه انتوا كبرايفت سيكتور. طب انا لما انا هسمع كلام واعمله كبرايفت سيكتور، وده اللي احنا عملناه فعلا من ناحيتنا، ان احنا حاولنا نعمل الكولابوريشن او اللي هو اتحاد المسوقين، وبنحاول ان احنا نلقح السوق او يعني نظبطه شويه. نظبط، يعني نتعاون مع شركات عندها اسس، عندها اخلاق، عندها تريننج، عندها مبادئ. فده دورنا. بس احنا بنعمل على مستوى نفسنا. طب النهارده لو حد غلط انا اقدر اروح اسحب الرخصه منه، او اقدر النهارده اقفل له المكتب، او اقدر اعاقبه. يعني النهارده انا عملت قانون المرور، طب فين الجهه التنفيذيه؟ صح. يعني انا عملت قانون مرور والناس كلها ما شاء الله عملت قانون بدون ضابط المرور وبدون الكاميرا، مفيش حد هيمشي على القانون. انا ما عملتش حاجه. صح. فروحنا عملنا قانون تسويق العقاري بدون اي حد هو جهه رقابيه او جهه قانونيه منفذه. فانت النهارده لما حد يغلط ولا لما حد يعمل مخالفه، مين اللي هيروح يكلمه؟ اوكي. وصلك؟ وصل لي. فهو طبعا لازم تبقى دي الدوله، مش اشخاص ولا برايفت سيكتور ولا نقابه. دي لازم الدوله هي اللي تبقى ان كنترول من القصه دي. ولازم الناس تترخص. اسمع النهارده ان في بعض الشركات ممكن هترخص الايجنتس. يا جماعه طب ما نعمل ريجولاتري بادي زي غيرنا، دبي النهارده والسعوديه وقطر. والقصه دي النهارده الناس البروكر النهارده في الامارات مثلا او في امريكا، خلينا نقول في الدول في انجلترا، اوكي، بيقعد سنتين يدرس، سنتين، وبعدين يقدم على الرخصه، وبعدين يرجع يمتحن الرخصه كل سنه يجددها زي رخصه العربيه كده، عشان لو عنده من المخالفات ممكن ما يجددش الرخصه.
طب ده كله احنا مش شايفينه، والراجل ده بيبقى تريند، طبعا. والراجل ده بيبقى ريتد. اذا كان النهارده كشركه، هنتكلم بقى شركات التسويق، شركه التسويق في الامارات او في اي حته في الريره هي ليها ريتنج، والريتنج ده مش بالعدد ولا بالفوليوم ولا بالاقدميه. الريتنج ده عباره عن ويتس، يعني ويت لانت بقالك قد ايه، ويت لانت شغلك والشكاوي اللي جايه من الشركه عندك قد ايه، ويت لحجمك وال يعني دورك في السوق او قفلك او الفوليوم بتاعك. فهنا انا لما اجي اقول الشركه دي بلاتينم ريت او الشركه دي جولدن ريت او الشركه دي سيلفر، هنا بقيت حتى سهلت على المطور. صح. يبقى هو عارف ان هو الشركه دي سيلفر، فدي هتعامل معاها بالفئه دي او بالعموله دي، الشركه دي بلاتينم فدي هتعامل معاها بالعموله دي. لكن وسهلت انت كمان على الكلاينت. وطبعا والعميل النهارده بقى على الاقل لما حد بيكلمه عارف ان الراجل ده مرخص، عارف ان الراجل ده ليه رخصه وليه ماسكه. صح. ولما يغلط معاه ولا لما يعمل اي حاجه يعرف يتكلم مع حد. هيتحاسب. انا فهمت دلوقتي من كلامك انه مش كل الناس اللي في المجال عندهم خبره فعليه، بس انت شايف الخبره دي ينفع حد يكتسبها؟ طبعا اصل هي الشغلانه بتاعتنا مش روكيت ساينس، بس هي في الاخر قايمه على معرفه وقايمه على مصداقيه وقايمه على ان انت تبقى راجل محايد. يعني النهارده لما احنا خلقنا الشغلانه دي، ولا خلي بالك احنا 2008 قبل 2008 ما كانش فيه الاندايركت سيلز او هو المسوق يسوق للمطور، والحمد لله وربنا كرمنا انا ومعايا خالد بهيج ومعايا اخرون في الشركه، حطينا موديل اللي هو التسويق اللي هو سميناه ايميها نيو هومز او الاندايركت سيلز. لما جينا عند المسوق سميناه ايه؟ سميناه بروبرتي كونسلتنت. اوكي. طيب يعني ايه بروبرتي كونسلتنت؟ يعني ايه اهم حاجه لازم تبقى موجوده في البروبرتي كونسلتنت؟ ان هو يبقى راجل حيادي، صح؟ عشان كده انا بضحك، وطبعا بما ان احنا كله داخل على بعض كله، الاقي النهارده اي ديفلوبر كاتب على الكارت بتاع السيلز بتاعه بروبرتي كونسلتنت. طب انا معلش انا اسف، يعني انت بروبرتي كونسلتنت عند الديفلوبر ازاي؟ طب انت محايد ازاي؟ ولا انت بروبرتي كونسلتنت انت بستشيرك اخدها 2 بيدروم ولا 3 بيدروم؟ يا جماعه بروبرتي كونسلتنت يعني راجل شايف الماركت كله وما عندوش يعني مش بيبص لجيبه. خلينا نتكلم بالعربي بالبلدي يعني. صح. مش بيبص لجيبه، بيبص للعميل ده بيدور على ايه وايه مصلحه العميل. هدفه الاول مصلحه العميل، مش هدفه انا هيخش لي كام من ورا العميل او هيخش لي كام عموله من ورا البيعه دي. صح. عشان كده رحنا مثبتين العموله على البياعين. يعني احنا اول ما خلقنا الموديل ده كان البياع بياخد رقم ثابت على المليون. ليه؟ عشان لما يجي يعرض على المطوع على الكلاينت المشاريع يبقى مش فارقه معاه العميل ده هيشتري هنا او هنا او هنا، هو بياخد نسبته رقم ثابت على المليون. وصلك؟ صح. مهما باع في انهي ديفلوبر، فهو بالنسبه له خلاص انا كده حيدت الايجنت، وحيدت هو قاعد مع العميل ان هو مش فارق معاه قوي ده مين هيدخل لي فلوس اكتر. ده الموديل اتبنى على كده. اوكي. وده خلق اياميها 2008 لغايه يمكن 2014 مع دخول العاصمه، خلق بروبرتي كونسلتنتس فاهمين الشغلانه، ناس محايده، ناس فعلا بتدي المشوره وبتدي النصيحه خالصه من غير اي هدف اخر ولا بيبص لجيبه. ايه اللي حصل؟ جينا على دخول بعض الشركات وبعض المطورين في العاصمه الاداريه، ابتدوا يعملوا حاجه اسمها انسنتيف للبياع. طب انت بتدي انسنتيف للبياع، ما انت كده بتفسده. صح. ما هو البياع ده النهارده، وبقى البياع بعد كده للاسف اللي منهم يعني بيجري ورا جيبه، بقى يقول بقى مين هيديني انسنتيف اكتر، وهو ده اللي بيوجه عليه العميل. معقول يا جماعه؟ يعني هي معقوله العمليه بقت كده؟ انت النهارده قلبت البروبرتي كونسلتنت اللي هو المفروض حيادي، ومفروض ان هو راجل حيادي وبياخد مرتب وبياخد عموله من شركته، الا كل واحد بيدور يشتريه ازاي. كل مطور بيدور يشتريه ازاي. انا معلش بتكلم بصراحه بس هي دي الحقيقه. يعني يمكن الناس كتير مش هتقول الكلام ده بس انا لازم اقوله يعني. فانت بتشتري الايجنت عشان هو تديله انسنتيف، وبدا يديله انسنتيف قد عموله الشركه نفسها. فايه اللي حصل؟ فانت النهارده لما تديله انسنتيف 1% و2% اللي هي تقريبا ساعات بقت قد عموله الشركه كلها. صح. انت عملت ايه في الولاد دي؟ انت فسدت العيال، انت خليتهم يمسكوا فلوس كتيره جدا جدا جدا. وبقى النهارده مبدأه مش ان انا ادور على مصلحه، انا اشوف انا مين هيدفع لي عموله اكتر او مين هيديني انسنتيف اعلى. يا جماعه احنا بوظنا الشباب. للاسف احنا بوظنا
جيل كامل من المسوقين العقاريين، لان الناس دي بقت النهارده كل اهدافهم مسكت فلوس كتيره جدا جدا بسرعه جدا جدا، فده اللي حصل، بقت القصه خلاص سمعت الحق ده الشغلانه دي فيها فلوس كتيره قوي. طيب ايه الخطوات اللي نقدر نعملها من قبل ما يكون في القواعد والقوانين اللي لسه بنتكلم عليها حضرتك دلوقتي، اللي احنا نبدا نعمل التغيير ده نعمله ازاي؟ طيب احنا من 2020 من غيرتنا على السوق ومن غيرتنا على المهنه بتاعتنا، لان المهنه بتاعتنا جميله ومحترمه وشيك، ويمكن ناس كتيره ما شافتش المهنه دي بره مصر وشياكتها. ويعني الواحد لما بيسافر وبيشوف بيحضر مؤتمرات بره في امريكا وكده، يا اخي دي حاجه الريل استيت بروكر ده حاجه، ليه ده مركزه تاني اكبر دخل في امريكا. طبعا. وده راجل عمده المنطقه، ده الراجل اللي هو الناس بترجع له، والناس دي ما بتشتغلش بمرتب، زيرو سالري. زيرو سالري. انا هقول لك على معلومه يعني يمكن ناس كتيره ما تعرفهاش في مصر. احنا لما كنا بنسافر كنا بنشوف الناس كلها حوالينا مثلا 10000 ايجنت، 15000 ايجنت في فيجاس، في قاعه كبيره جدا جدا. احنا كنا بنبقى اصغر ناس، احنا كنا بالنسبه لهم اطفال صغيره. فانا قعدت اسال نفسي هو ليه الناس كلها يعني 50 انا اباف؟ طب ليه القصه دي كلها؟ فهمت بقى انا بعد كده ليه هم هناك في السن ده. اول حاجه لان انت في امريكا انت ما فيش حد بيشتغل او بيدرس في امريكا ان هي كان افورد ان هو يدفع مصاريف جامعته، فدايما كلهم يا اما بياخد فيدرال لون او بياخد لون من الجامعه. ما فيش حاجه اسمها بابا وماما والجو ده، فهو كله هناك ما ينفعش ان هو يخلص الجامعه ويبقى متدين اصلا ويطلع يشتغل شغلانه بدون مرتب. فمين اللي بيشتغل الشغلانه دي اللي هي الريل استيت بروكر؟ لان انا قلت لك هي بره في امريكا 2 دراسه، بتصرف على نفسك، ثم بتقدم على الرخصه وبتصرف على نفسك، ثم بتروح تشتغل في بروكريج كومباني وانت اللي بتصرف على نفسك وتعمل كروتك وتعمل دعايتك وتعمل كل حاجه. طب الطالب اللي لسه متخرج من الجامعه يقدر يعمل الكلام ده؟ ما يقدرش. في امريكا ما يقدرش. عشان كده اللي بيشتغلوا الشغلانه دي في امريكا هم الناس ايذر هو راجل طلع على المعاش، او راجل كان طبيب، او راجل النهارده عنده علاقات وعنده بالمنطقه بالنيبرهود بتاعه. فعشان كده تلاقي الناس هناك الناس يعني فاهم قصدي، ناس متعلمه، ناس هي بتصرف على نفسها، مش بيشتغل الشغلانه دي عشان مرتب وعلشان كده. فدايما الايدج جروب براكت بتاع الشغلانه دي عالي جدا بره. طيب نرجع تاني لمصر. انا بقول لك جينا سنه 2020 احنا كنا طالعين من مؤسسه وكنا الحمد لله يعني ربنا وفقنا ان احنا عملنا حاجه محترمه ليها اسمها مؤسسه كامله في مصر. وانا واستاذ خالد بهيج، باشمهندس خالد، واذرز، مدام عبير، والمجموعه اللي احنا ابتدينا بيها رد، بصينا على السوق ساعتها وقلنا قلنا لا، السوق ده يعني مش ده اللي احنا ابتديناه ولا ده اللي احنا نهيناه، ان السوق ولا ده اللي احنا عايزينه ولا ده اللي احنا عاوزينه. فطب احنا هنقف نتفرج على المنظر ده بالشكل ده؟ فطبعا طلعت لنا فكره الحمد لله ان احنا قلنا طب ما تيجي وسط ال 40,000 وسط وات ايفر ال 10,000 شركه، في ناس اكيد ديسنت طبعا، وفي ناس محترمه، وفي ناس ستراكشرد، وفي ناس بتدور على بكره مش بتدور على دلوقتي او بتبص تحت رجليها. قلنا طب ما تيجي نعمل اتحاد مسوقين، ولا بقى فرانشايز ولا اخد فلوس من حد ولا الكلام ده كله. انا بتعاون مع شركات واشخاص محترمين بس اصحاب شركات. في فرق كبير قوي قوي بين الفرانشايز اللي هو بيسمى فرانشايز في مصر وهو ملوش اي علاقه بالفرانشايز بتاع امريكا، يعني عشان برضو الواحد يقول اللي ليه ولا عليه. انا عايز ابقى ارجع للنقطه دي تاني اعرف الفرق. مفيش فرق، مفيش موضوع اصلا. يعني هو انت سميت كوبايه الشاي دي قهوه ومشيت تقول قهوه لغايه ما الناس صدقت ان هي قهوه. لا ده شاي، ده مش قهوه. فاللي في مصر ده معلش انا اسف يعني هو ملوش اي علاقه بالفرانشايز. يعني انا اسف يعني الفرانشايز في امريكا حاجه واللي بيحصل في مصر ده حاجه تانية. يعني خلينا نعدي النقطه دي بس اشرح لك يعني. فقلت انا مش عاوز اتعاون مع اشخاص، لان اشخاص موظفين اذا كان بقى تيم ليدر، اذا كان سيلز مانجر، ده بالنسبه لي في الاخر راجل جميل ومحترم كل حاجه بس مش راجل مسؤول، مش راجل عنده التزامات. انا بدور على الشكل اللي انا شفته في امريكا، انا بدور على الشكل اللي انا شفته راجل ملتزم. يعني ايه راجل ملتزم؟ يعني راجل عنده مسؤول عن بني ادمين، مسؤول عن عيله، مسؤول عن، مش بيدور على سوري يعني في الكلمه السبوبه، مش بيدور على النحتايه.
ده راجل عنده شركه، راجل بيبني شركه، بيبني اسم وماشي استراكشر. فقلنا تعالى نشوف الناس دي ونشوف البين اللي عندهم. فلقينا فعلا في بين كبير جدا في الماركت في الحته دي. البين ايه؟ ان اغلب الناس الشاطره الكويسه اللي عندها فيجن تبقى عندها شركه وعنده اسم محترم، هو للاسف ما عندوش الاستراكشر موديل، او هو مش استراكشرد، ان هي مش شغلانته. يعني هو راجل كان يقدر بياع شاطر والنهارده فتح شركه، ففوجئ ان هو لما فتح الشركه ان الموضوع لا، هو الموضوع هنا تحول من ايجنت او من مدير الى شركه، يعني التزامات، يعني ضرائب، يعني تريننج، يعني اوبريشن، يعني ماركتنج، يعني اتش ار، يعني لا قصه كبيره جدا طبعا. فاغلبيتهم يعني مش حتتهم، هو بقى النهارده بيقضي 80% من يومه بيحل مشاكل، وهي دي مش حتته. فقلنا طب بقول لك ايه، ما تيجي ندي للناس دي خبرتنا. احنا النهارده شركتنا اسمها دار الخبره للاستثمار والتسويق العقاري. وليه احنا سميناها كده؟ احنا سميناها كده مش عشان احنا بندعي ان احنا ذو خبره، عشان اغلبيه المين بيلرز عندنا في الشركه، او اللي هو الدواعم الرئيسيه، اللي هم اذا كان اوبريشن او ماركتنج او اتش ار او تريننج، اللي هو ده اساس الشغلانه بتاعتنا. البروكريج اوفيس ده لازم يبقى عنده 5 مين بيلرز. اوكي. من اول سيلز، اوبريشن، وماركتنج، واتش ار، وتريننج. طبعا اغلبيه الناس ما عندهمش الفايف بيلرز دي. فقلنا طب ما تيجي نديهم خبرتنا. واحنا اللي بيسميناها دار خبره تاني ارجع، لان عندنا القائمين على كل اداره من الادارات دي اقل واحد فيهم بقاله 16 سنه معانا. بالظبط. في ناس بقى لها معايا 24 سنه. اداره الماركتنج بقى لها معايا 24 سنه، اداره الاوبريشن بقى لها معايا 24 سنه. فالناس دي فعلا عندها خبره في السوق. فقلنا تعالى نقف ونساعد الناس الكويسه اللي هم عاوزين يعملوا فعلا اسم، وعاوزين يعملوا فعلا شكل وستراكشر. احنا هنديهم الاستراكشر وهو يعمل اللي هو بيحبه. احنا هنشيل عنه الباك اوفيس اللي هو دايما بيبقى مرهق، ودايما بيبقى على اي بني ادم لوحده بيبقى مرهق جدا. احنا الحمد لله عندنا الادارات دي تقيله، عندنا الادارات دي فاهمه. فروحنا قلنا للناس اللي احنا شايفينهم مسؤولين وبيبصوا لبكره وعاوزين يعملوا فعلا حاجه محترمه، تعالى نتعاون مع بعض. وما اسموش فرانشايز، تعالى نتعاون مع بعض بشركتك، باسم شركتك، وتفضل انت باسم شركتك. انا دوري ان انا هي خد وهات. صح. يعني هي بالنسبه لي انا بضيف له وهو بيضيف لي اكيد، وانا بتعلم منه وهو ممكن بيتعلم مننا طب حاجات. ولقيتوا الناس مرحبه بالفكره دي؟ الحمد لله احنا النهارده حاجه و60 شركه. اوكي. الحمد لله في 3 سنين يعني 65 شركه كيان. انا ما بتعاملش مع افراد، لان الفرد مع كل احترامي ليه في الاخر هو راجل موظف. بس مش شايف انه اصلا عشان يحصل التغيير الكبير ده لازم نبدا بالموظف الصغير الاول، نفهمه الشغلانه اصلا عامله ازاي وايه الهدف اللي يكون جواه، بعد كده لما نكون ده. موافقك، بس انت ازاي هتعلم الموظف من غير ما يبقى صاحب الشركه اصلا عنده المبادئ دي ولا عنده الاستراكشر ده؟ اوكي. ما احنا اللي عملناه، ما انا هكمل لك. ما احنا دخلنا اتفضل. فهو جينا يعني انتقينا بعض الناس الناس اللي هو بالنسبه لنا النهارده بقت عيله، وبقت الناس دي دايما انا اقول يعني معلش انا عندي مقوله كده، انا بالنسبه لي اصاحب اي بني ادم واي حد بالنسبه لي حبيبي واخويا، بس لازم يكون فيه شرط واحد، يكون راجل مسؤول. يعني انا الراجل المسؤول ده يعني عنده التزامات، ده بالنسبه لي جاي من اي فئه ولا تفرق معايا. اوكي. لكن طول ما هو مسؤول وعنده التزامات، ده يخش بيتي وانا اخش بيته، لان انا عارف ان الراجل ده مسؤول زيي وعنده مسؤوليات وعنده التزامات. فده راجل نعرف نبني مع بعض ونعرف نطور من بعض. لكن انا اسف، الراجل اللي هو بيدور على اكل عيشه ده ما ينفعش يبقى صاحبي، مش عشان حاجه، لان ده لو حد جه لعب في دماغه بحاجه زياده هيبيعني في اول مطب. عشان واعتقد ده سبب كبير ان البروكرز بيتنقلوا ما بين شركات كتير طول الوقت. يعني ده يقول له مش عارف هدفع لك اكتر، هعمل لك اكتر. فطبعا الراجل ولا عنده ولا عنده اي حاجه ولا عنده مسؤوليه، هو حر نفسه، فبيتحرك من هنا لهنا لهنا. ده بالنسبه لي ما اعرفش ابني معاه. لكن ابني مع راجل محترم عنده التزامات، عنده شركه. كل فكرتنا ان احنا نعمل اتحاد اوروبي. يعني ايه اتحاد اوروبي؟ انت النهارده لما تبص على شكل الاتحاد الاوروبي او العلم بتاعه، هو عباره عن دوريه فيها نجوم، صح؟ فيها اليونان ممكن تبقى الجي دي بي بتاعها او مستوى الدخل بتاعها واطي جدا، وفيها المانيا
لكن كلهم عندهم نفس المميزات، كلهم عندهم دفاع مشترك الناتو، كلهم عندهم عمله واحده، كلهم عندهم شنجن. فده معناها ان انا النهارده ممكن ابقى صغير، بس انا ابقى وسط تحالف وسط مجموعه تكتل يضمنني ان انا استفيد من التكتل ده واكبر معاه. فاحنا فكرتنا ان احنا النهارده كلنا بنستفيد من بعض، وكلنا بنكبر من بعض، وكلنا بنلم مع بعض عشان نوصل ان احنا في يوم من الايام يبقى التحالف ده اول حاجه structured، منظم، عنده ethics، عنده تريننج، عنده يعني ايه شغلانه، عنده كل الاستراكشر اللي يسمح له ان هو يكبر ويعيش العمر كله. فطبعا اول حاجه في الاستراكشر حضرتك كنت بتتكلم عليها التدريب. صح. عملنا تريننج اكاديمي، وعملنا تريننج اكاديمي انا اسف يعني مختلف عن اي تريننج اكاديمي موجوده في مصر، لان اول حد ابتدى قصه التريننج اكاديمي في مصر هو كان احنا. الكلام ده كان سنه 2006 تقريبا. اوكي. رجعنا قررنا الموديل، بس قررنا احسن كمان، وبقى عندنا تريننج اكاديمي بتاعتنا. يعني قصدي الدايركتورز او الراجل الترينر is member of our company, is not a freelance. اوكي. وبقى اللوكيشن الديستنيشن بتاع تريننج اكاديمي مكان يليق بالناس اللي جواه. يعني ما رحناش خدنا مكتب مثلا مداري، لا احنا خدنا مكتب في شارع 90 يمكن اغلى مكتب عندنا، وعملنا مكتب محترم وشيك. ليه؟ لان فيرست امبريشن لاس. الولد وهو لسه داخل لك بياخد الاندكشن او بياخد اول كورس تريننج، لما يخش يحس ان انت مقدره وعامل له مكان شيك ومكان وجايب له ترينرز محترمين وتعمل له اندكشن اسبوعين. مفيش حد بيعمل تريننج اسبوعين، احنا بنعمل تريننج 10 وركينج دايز. اوكي. الناس كلها عاوز يخلص ويقلب عشان خاطر الولد يرجع ينتج له. صح. لا احنا بنهتم بالناس وبناخدهم سايد تور وبننزلهم وعاملين لهم تريننج يليق بيهم ويليق بالشغلانه. لان الواحد لما يحس ان هو متقدر من المكان اللي هو طبعاً. فيه هيقدر المكان اللي هو برافو فيه. عليك. وهيقدر المهنه لما يحس ان الناس دي متقدراه، والناس دي فاتحه له مكتب محترم، تريننج اكاديمي محترمه، جايبه له ترينرز محترمين، عامله له كوريكولم محترم. اكيد الراجل ده نظرته للشغلانه ونظرته للشركه دي ونظرته للكيان اللي هو بيشتغل فيه هتبقى مختلفه عن اي حد تاني. طبعا. فده جزء من الاستراكشر اللي احنا بنتكلم عليه، ان انا ازاي اخلي الشركات النهارده استراكشر. مش كل شركه النهارده محتاجه يبقى عندها تريننج اكاديمي. انا تريننج اكاديمي دي بتخدم على ال 60 شركه كلهم او حاجه و60 شركه كلها، فهي دي بتاعتنا. مش احنا مش بنروح نجيب ترينر من بره ونروح نوديه. يعني الموضوع مختلف. احنا بقى عندنا اسيت التريننج اكاديمي دي اور اسيت، اتس وان اوف اور مين اسيتس، لان هي دي اللي بنطلع منها زي كده في الكوره البراعم. صح. وبنطلع منها مدرسه الناشئين ويطلعوا على الصح. ويطلعوا على الصح. ويا سيدي ربنا يكرمهم، هم مش لازم يبقوا معانا العمر كله، بس على الاقل لما يجي يذكرنا بالخير. ان الناس دي علمته حاجه ليها عليها القيمه. طب جه معاد السؤال الصعباني. شايف مين من الشركات التانية غير رد اللي بيحاولوا يعملوا ده؟ واحنا بنتكلم بامانه. لا ما انا اصلا مش هقدر اقول اللي بيحاولوا يعملوا ده مش اللي ما بيعملوش يعني ده. في طبعا في ناس كتيره محترمه وناس كتيره فاهمه الشغلانه وناس قديمه. بس يعني عشان ابقى صريح معاك هم يتعدوا على الصوابع. اوكي. يعني عشان بس ابقى يعني نسبتهم قليله قوي عن بقيه الشركات اللي موجوده. هم يتعدوا على الصوابع. يتعدوا على الصوابع. يعني احنا بنتكلم يعني. اوكي. طب احنا لو اتكلمنا عن السوق بقى. معلش يعني انا اسف والله. لا مش خالص. كل الناس يمكن احسن مننا وفوق راسي، بس انا يعني معلش بس دوري انت شايف أنا اللي هم يتعدوا على صوابع. يعني دي الحقيقه. انا مش هقدر اقول اكتر من كده. انت شايف اللي لازم يكون في تغيير بيحصل في الوقت اللي جاي لازم، عشان الموضوع كمل على كده نهايته مش تبقى ظريفه. مش ظريفه خالص، لان هو دلوقتي بقى في مشكله يعني، وكلنا حاسينها. واعتقد ان ده واحد من الاسباب ان سمعه البروكر دلوقتي ما بقتش كويسه للاسف. ما انا بقول لك انا يا اخي بص يا بيه، انا سنه 2001 كنت متخرج من الجامعه الامريكيه سنه 97. احنا زملاء. واتخرجت ايكونومكس وبتاع. انا 2001 لما اشتغلت سمسار وكنت مش فاهم اي حاجه عن الشغلانه دي او المهنه دي او اي حاجه. كنت بونبونايه الدفعه. تعرف احنا المصريين بنحب ننكد دايما ودمنا خفيف، فبناني تحت الشمسيه، بناني بالجلابيه، بناني تحت الكوبري. وانا اقول لهم ماشي يا عم، انا سمسار وانا مبسوط ان انا سمسار وانا معتز ان انا سمسار. فانا خدت الفيري لو ترند، يعني انا خدتها من تحت خالص. والحمد لله الواحد تعب واجتهد وانا شفتها وقريتها من دي وان ان القصه دي هي سمعه.
يا جماعه كلنا بنشتغل على سمعه الاخرون. يعني كل بيت في مصر عنده مكواج العيله، وعنده سمكري العيله، وعنده دكتور العيله، وعنده محامي العيله، وعنده سمسار العيله. فيا جماعه ارجوكم افهموا الكلام ده. هتعمل فلوس، والله هتعملوا فلوس، بس على لونج تيرم. صح. ما تستعجلش. انت النهارده اسمك اهم بكتير في المهنه. ما هو ياما في دكاتره شمال وفي دكاتره يمين، وياما في مهندسين يمين ومحامي. كل المهن فيها كده وفيها كده. طب ده فين النهارده وده فين النهارده؟ اديك مثل اللي هو اللي قلته لك من شويه. خش عياده دكتور اسمه معروف، مش هتعرف تخش العياده. صح صح. ويقول لك ده تشوف الدكتور ده يعمل فلوس قد ايه، شوف كميه. يا عم الراجل ده انت تعرف هو تعب قد ايه؟ والراجل ده ابتدى يعمل فلوس وعنده 50 سنه. صح. يا جماعه يعني قدروا القصه دي، قدروا ان الراجل ده تعب عشان يعمل سمعه طيبه. فهي دي الشغلانه بتاعتنا، دي مهنتنا. احنا هنكدب على بعض، هي مهنه، هي مش وظيفه. لان النهارده اللي بيحصل، الشرخ اللي حصل بين العميل وبين السمسار بسبب اللي انا بقوله ده، ان ما بقاش فيه ثقه، ما بقاش فيه سمسار العيله. كل عيله في مصر النهارده هتلاقي عنده واحد محترم وخمسه نصبوا عليه. يعني صح. طب ما خلاص هو فقد الثقه. ورجعت عملت لي NTRA وعملت لي مش عارف ايه وعملت لي ايه. يا عم حل الموضوع من اوله. لا، وهو اوقات اصلا كمان العميل او الكلاينت بيفقد الثقه من مكالمه التليفون، من السيلز كولز اللي بتتعمل. ما طبعا هو اذا كنت انا بعاني من المكالمات التليفون، هو في بيت في مصر النهارده ما بيعانيش من المسوقين؟ ده انا بقيت اتكسف يا راجل اقول ان انا بشتغل في ريل ستيت، يقولوا لي ده انت مطلع عينينا تليفونات. والله العظيم ده اللي بيحصل. يعني خلينا نقول الكلام الحقيقي. حقيقي. صح. كل بيت في مصر النهارده بيعاني من كميه التليفونات. كنا من الاول من الالمانيه للحشرات والمبيدات وبعدين قلبنا على البنوك، وبعدين قلبنا على الكريدت كارد، وبعدين النهارده الموضه بقت قلبنا على السماسره. يا جماعه ما هو مش كده. ما هو بجد ما هو مش كده. ما هو الناس هي معذوره. النهارده لما يجي لي انا شخصيا بيجي لي فوق ال 20 30 مكالمه وبلوك بلوك 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 ترو كولر ما هو انا نفسي تعبت. حرام. طب ما هو يعني معلش، ما هو الحل موجود. انا على فكره انا مش بقول حل اختراع انا اللي اخترعته. يا جماعه القصه دي متطبقه اوريدي بره، وبلاش بره، سيبك من اوروبا وسيبك من امريكا. دبي، البحرين. البحرين. يعني انا كنت قاعد في ميتنج في يوم من الايام في راوند تيبل كده، وكان قاعد عندي جنبي على شمالي المسؤول عن الريرة في السعوديه والمسؤول عن الريرة في البحرين، وقدامي بتاع الامارات. قلت لهم طبعا انا بنعتز بيكم وانتوا اخواتنا وحبيبنا كل حاجه، بس انا زعلان. يعني انا حزين ان مصر بحجم الانشاءات والتطوير والبنى والطفره اللي احنا كلنا شايفينها اللي حصلت في مصر في ريل ستيت، معقوله ما عندناش لغايه يومنا هذا حاجه منظمه لهذا الموضوع؟ عارفين مين قال لي ايه؟ هتوحشنا يا بناني. انا بقول بقى كل حاجه بصراحه، هتوحشنا. اوكي. يعني ايه هتوحشنا؟ من ايه هتوحشنا؟ هو للدرجه دي الموضوع؟ وانا عيب ان انا اتكلم في الموضوع ده؟ يظهر ان هو عيب. يعني مش عارف ليه عيب، بس يظهر الكلام ده بيضايق ناس كتير. عشان كده بقول لك الموضوع ده مش هيجي من تحت لفوق، هو هيجي من فوق لتحت. اوكي. ده لازم قرار ومرسوم من رئاسة الجمهورية. لما تخش تقرا عن الريرة في السعودية هتلاقيه مكتوب اول حاجة مرسوم ملكي. هو ده اللي انا بقوله، ده هو ده لازم يجي قرار من رئاسة الجمهورية تنفيذ الريرة او الجهة المنظمة للعقار في مصر. نشرح ايه الريرة عشان يعني أنا اكيد نفهم. الريرة دي عبارة عن جهة منفصلة عن أي وزارة منفصلة عن حاجة، جهة منشأة خاصة تحت سيادة الدولة. أوكي. الجهة دي بتنظم العلاقة بين السوق العقاري والجمهور والمطورين والمسوقين. يعني الريرة دي فيها 3 قطاعات. اوكي. فيها الجمهور اللي هو الناس بتشتري بتبيع بتأجر بتعمل العميل. أي حاجة العامة. فيها المطورين، وده اللي هو اسكرو اكاونت ولازم يحط اسكرو اكاونت في البنك. وتقريبا هو دي المشكله. يعني انا بقى ايه عشان اقول اللي ليا ولا عليا، تقريبا هي دي المشكله اللي مش عاوزين يعملوا بيها الريره في مصر. اوكي. انا هقول بقى وخلاص، لان يظهر في بعض المطورين مش حابين ان يبقى، مع ان على فكره سياده الرئيس من 2 سنين اصدر قرار ان هو ما فيش حد يبني قبل ما يطلع الرخصه، لو تفتكروا الكلام ده. ولازم يبقى حاطط 10% في البتاع. الكلام ده ما اتطبقش. الريرة دورها تعمل الكلام ده. يعني الريرة في دبي انت حضرتك بتفتح اسكرو اكاونت كمطور، تحط الفلوس الناس بتحط لك الفلوس في الاسكرو اكاونت.
اوكي. وبعدين بتاخد منهم دفعات، وفي دفعه بتاعه التسليم، وانت كل ما تنجز جزء من المشروع الريره هي اللي تطلع لك جزء الفلوس. فهمت. فهي دي العقبه. طب بقول لكم ايه، انا وصلت انا قلت لهم بقول لكم ايه، سيبكم من المطور، خلاص يا عم خلي المطور شغال بالطريقه اللي انتوا شايفينها صح. طب انت عندكم جهتين تانيين، طب بقول لك سيبك من الجمهور، طب اعمل لنا ريره بس للمسوقين. فالريره بره في دبي، المسوق ده هو اللي مسؤول عن تدريبه، هي المسؤوله عن الرخصه بتاعته، هي المسؤوله عن الريتنج بتاعه، دي الريره. المطور هي المسؤوله عن ان هو الانشاءات والتراخيص والكلام ده كله. الجمهور هي المسؤوله لو الجمهور عنده مشكله، عنده عقد عاوز يسجل عقد، عاوز يشتري، عاوز اي حاجه، هي الريره. وصلت؟ فالريره دي بدل بقى ما تروح لأبلة سعاد في الوزاره وتطلع من أبلة سعاد على هيئه المجتمعات العمرانيه، لا روح جيب لي ورقه منين. يظهر البيروقراطيه دي، عشان برضو نتكلم بصراحه، هي اللي موقفه موضوع الريره، وهي دي الناس اللي واقفه في قصه الريره. لان هو مش عاجبه ان يبقى عندك وان ستوب شوب في مصر. هو طول ما الدنيا كده سايحه، في ناس كتيره بتسترزق من ورا الموضوع ده، وفي ناس كتيره يعني ايه بتمشي حالها ورا القصه دي. فالناس دي اللي بتحارب الريره. فاللي انا بقوله يعني الرجاء ونداء لسياده الرئيس، بتكلم جد، هو الصوره مش وصله صح. الناس دي مش بتوصل له صوره صح. ارجوك احنا محتاجين ريره في مصر، اعملوها حتى للمسوقين، لان حرام احنا عندنا مليارات تريليونات الجنيهات النهارده، ومشاريع قوميه، وعندنا قوه شرائيه، وعندنا ارقام مرعبه بدون اي ريجوليشنز. الكلام ده هيبقى خطر. احنا النهارده داخلين على 1,000,000 مسوق، بكره ممكن يبقى 2 مليون مسوق. طب وبعدين هي الخطوه دي هتتعمل علشان نحاول نلحق الموضوع. المسوق ده هو واجهه الريل استيت في مصر، صح. يعني النهارده لو انا تقول لي تصدير العقار لبره، تصدير العقار، طب اصدر لواحد في الانجليزي ولا واحد الماني، هيجي يتعامل مع انا اسف يعني هيتعامل مع البروكرز اللي موجودين بالشكل اللي موجودين فيه ده في مصر؟ الاغلبيه لا. ولو اتعامل معاه وحصل مشكله، الراجل ده هيمشي يقول ايه؟ السيئه تعم بقى. فانت النهارده بتضحي باهم جزء في الريل استيت كله. انت بنيت وعملت انفراستراكشر وعملت شغل جبار، وبقيت النهارده في مرتبه عاليه جدا، والواحد بيصعب عليه. انت الريل استيت في مصر ما شاء الله، احنا بننافس دلوقتي. اقدر اقول لك يعني اللي بيحصل في مصر ده مش موجود في العالم كله. في العالم كله، مش يعني ولا استثني احد. امريكا على فكره ما فيهاش الميجا ديفلوبمنتس الموجوده في مصر، ما فيهاش المجتمعات الموجوده في مصر، ولا يوروب فيها الكلام ده، ولا الوطن العربي ولا في ربع الكلام ده كله. فانت النهارده ما شاء الله عندك سوق مرعب، وسوق جميل، وسوق تقيل جدا جدا، والواجهه بتاعته فيها عوار. طب ما دي الواجهه، المسوق ده هو الواجهه. صح. انت من غير المسوق ده ومن غير الماركتينج، يا فرحتي بكل اللي عملته ده، انت ضيعت مجهود كل الناس دي كلها عشان خاطر الواجهه بتاعتك. راجل مش امين، ومش امين على البضاعه اللي هو بيسوقها، ومش فاهم هو بيسوق ايه اصلا، وبيقول اي كلام حافظهم، كلمتين حافظهم. يا اخي ده الناس بتستعر تقول اسم شركتها. انت مش بيجيلك تليفون يقول لك انا من الشركه الفلانيه مطور؟ ها، في حد بيقول لك انا بروكر؟ لا. طيب انا لما حد بيكلمني يقول لي انا من الشركه الفلانيه، بقول له والله انت من الشركه الفلانيه؟ على فكره انا موظف معاك في الشركه دي، انت اسم حضرتك ايه؟ يقول لي يا احمد عبد المجيد. طب يا احمد عبد المجيد، معلش انت في انهي فرع؟ روح افرس السكه في وشي. طيب انت مره كده بنوته جميله وقالت لي الكلمتين دولت، فقلت لها انت في؟ قالت لي بص بصراحه انا بروكر. قلت لها طب يا ست الكل، ما تقولي لي ان انت بروكر. هو اللي بيعلمك ولا اللي النهارده اللي قائم عليك ولا مديرك ده، هو ليه بيقول لك تستعيري باسم شركتك؟ ما تفتخري ان انت بروكر ومش الشركه الفلانيه. يا جماعه ده احنا كنا بنقعد في الشركه عندنا. بس هو ده ليه بيحصل صحيح؟ ليه البروكر بيكسف يقول اسم الشركه؟ مش بيكسف، عشان هو مديره بيقول له لو انت قلت ان انت بروكر ولا اللي انت من الشركه الفلانيه، الراجل مش هيكمل معاك المكالمه. فنضحك على الناس ونقول لهم ان احنا من المطور. ده يقول لك انا من مكتب فلان الفلاني، انا من مكتب مستر كذا كذا. وفي ناس بيمثلوا اللي هم مديرين في ديفلوبمنت. يا عم ده في ناس بيضربوا كروت. والله العظيم بيحصل. وفي ناس بيضربوا كروت ان هم شغالين عند مطور. احنا وصلنا هذه المرحله. طب واحنا هنسكت على الكلام ده لامتى؟ ولا المطور مبسوط، ولا العميل مبسوط، ولا احنا اللي شغالين في الشغلانه بقينا مبسوطين. طب مستنيين ايه؟ لازم حل. فالنهارده لما انت اي بي سي الشغلانه ان انت تفتخر باسم شركتك وتفتخر بمهنتك، مش موجوده اصلا، والناس ما بتعلمهاش لبعض.
ده احنا كنا بنحط فلاجز للشركه بتاعتنا جوه المكاتب ونعلق زي ما انتوا حاطين اسم الشركه عندكم كده على الحيطان في كل حته عشان نعمل حاجه اسمها لويالتي، صح. عشان الناس تحس ان هي لويال للمكان اللي هي فيه، عشان تفتخر بيه. وما انا اقول للولد اللي عندي البياع اللي عندي لا لما اتكلم مع عميل اوعى تقول له ان انت مسوق، واوعى تقول له ان انت من الشركه الفلانيه، ما عشان انتوا اللي عملتوا كده، ما عشان شركتك بقت مشبوهه، ما عشان اسم شركتك لو الناس سمعته هتقفل السكه في وشه، فتقوم تعلم العيال الغلط. صح. طب في نقط انا عايز حضرتك تقول لي في نقط الوصفه السحريه للبروكرج الناجحه. التدريب والرخصه و الولاء، اللويالتي برضو نقطه مهمه، واللويالتي والفهم للمهنه والفهم يعني الناس تبقى يعني هقول ايه، الناس يا اخي ما تجريش ورا الفلوس، يعني صدقني اجري ورا الستراكشر. الفلوس يعني هتجري وراها مش هتيجي وهتقف، وهتبقى انت دمرت كل حاجه، وهتبقى انت سمعتك طب يا اخي اجري ورا الاستراكشر، اعمل استراكشر محترم لنفسك، مش هقول لشركتك، لنفسك. يعني ايه استراكشر محترم؟ يعني ان انا ادرب نفسي كويس، احفظ المشاريع كويس، لما اكلم العميل ابقى فعلا بديله سيرفيس محترمه، بديله كونسلتيشن محترم بوعي، لما اتكلم على مشروع ابقى انا شفته، صح. مش اتكلم على حاجه انا حتى ما شفتهاش. يا اخي احنا اتعلمنا في الريل استيت انت ما ينفعش ابيع لك حاجه انا اصلا ما جربتهاش. صح. ودايما انا اقول الولد بيبيع للي شبهه، ما تتوقعش من واحد شبهه كذا يبيع فيلا ب$50 مليون، مش هيعرف يبيع، مش هيبقى مقتنع اصلا. لان انا العميل لو انا اللي بشتري الفيلا ام $50 مليون دي، انا بالنسبه لي بقيم الشخص اللي بيكلمني ده حتى لو ما شفتوش، بقيمه من تليفونه، من نبرته، من صوته، بفهم الراجل ده شاف اللي انا شاف انا عاوز ايه. يعني النهارده انت بتبيع عربيه مرسيدس، طب وانت راكب سيت اصلا عمرك ما شفت المرسيدس، طب هتبيعها ازاي؟ صح. يعني مش قصدي انا مش بتنمر على حد، لا بس هي هو يا مهمة، جماعه صح. لا يعني النهارده هتبيع مرسيدس، طب يبقى تسوق المرسيدس وتعمل تيست درايف مره واثنين وتحفظ المرسيدس وتحفظ كل حاجه جواها، عشان لما تيجي تقنعني انا وانا بشتريها احس ان انت فاهم. بص دايما يقول لك لما تخش النهارده مثلا اوتلت او محل من الكبار اللي بيبيعوا كل حاجه، مثلا مش عاوز اقول اسامي، يعني داخل تشتري تلفزيون انت والمدام مثلا، البياع اللي واقف قدامك ده الفرق بين الديفلوبر، اقول لك الفرق بينهم وبين البروكر. اوكي. الديفلوبر هتخش على الستاند بتاع سوني، يقول لك سوني احسن تلفزيون عندنا، سوني ده سوني صح. هتقول له طب وسامسونج؟ يقدر يقول لك سامسونج فيه مميزات كذا وكذا. يقدر انا اروح اشتري مرسيدس وانا داخل المعرض اسال بتاع مرسيدس ايه رايك في البي ام؟ لا. ولو رايي وقال لي رايه في البي ام هيترفض، صح. ده اللي بيعمله الديفلوبر. انت مسميه بروبرتي كونسلتنت ازاي اصلا؟ انت عارف ان في امريكا ممنوع الديفلوبر يبيع فعلا؟ انت عارف ان دي كلبوش سجن؟ انا اول مره اعرف المعلومه طيب. دي. تعرف ان في امريكا ممنوع مخلوق يتكلم عن الريل استيت الا الريل استيت بروكر. يعني لما ديفلوبر، انا في واحد من الديفلوبرز صديق عزيز عندي كان بيحكي لي كان بيعمل لونش المشروع في فلوريدا، بيقول لي وانا طالع بعمل لونش للمشروع وعلى الستيج وبتاع، انا اتكلمت على الشركه، لما جيت على المشروع نفسه انا ما ينفعش اتكلم، لازم اللي يطلع البروكر هو اللي يطلع يتكلم. ليه؟ لان ده مش اختصاصه، وقلت لك دي مسؤوليه مجتمعيه. لان انت النهارده البروكر ده لو عمل مشكله ولا نصب على حد هيتجاب، فما ينفعش الديفلوبر يعين سيلز عنده، لان هو ده مش دوره. الديفلوبر هو ديفلوبر، هو بيبني، هو المطور. حتى مش بيبني، هو المطور. والكونستراكشن هو كونستراكشن، لكن مفيش حاجه اسمها ديفلوبر بره عنده سيلز. يا جماعه ده اختراع مصري، احنا كده ولفناه بينا وبين بعضينا. بره الوحيد المسؤول زي الطبيب، هو ينفع انا النهارده اخش اوضه عمليات الاقي واحد داخل عليا محامي مثلا هو اللي بيعمل العمليه؟ لا طبعا. ما بالظبط كده. ما انا النهارده هي دي الشغلانه دي ليها المتخصص بتاعها السيرتيفايد المدرب اللي اقدر النهارده احاسبه لما يغلط.
فبره مفيش حاجه اسمها ديفلوبر يبيع. لكن احنا في مصر ما شاء الله النهارده كل الديفلوبرز عنده 600 بياع، ده عنده 1000 بياع، وكله بيبيع وكله مسمي نفسه بروبرتي كونسلتنت. دي بقى المفاجاه ان انا النهارده، طب يا عم الحاج انا اسف يعني، انا دخلت النهارده اشتري في اكس واي زي من الديفلوبرز المحترمين، لو سالته على الديفلوبر اللي جنبه الولد يقدر يستجري ان هو يقول لي بص الديفلوبر اللي جنبنا ده على فكره راجل محترم جدا وعنده مميزات يمكن مش موجوده عندنا، يقدر يقول كده؟ يترفض صح؟ طب يبقى ده اسمه كونسلتنت ازاي يا جماعه؟ كونسلتنت يعني مستشار، يعني اخصائي، يعني حيادي. انا ببيع بضاعه واحده، يبقى انا ازاي ابقى اسمي كونسلتنت؟ فانت النهارده دخلت تشتري تلفزيون، يجي لك بقى الراجل اللي هو بتاع الريتيل نفسه، المكان كله اللي عنده كل البراندات، يقول لك بص بقى السامسونج فيه 1 2 3 والبيكسلز ومش عارف ايه والشاشه ايه وايه، والسوني فيه كذا كذا كذا. على فكره انت ممكن ما تبقاش فاهم هو بيقول ايه، كلنا ما بنبقاش فاهمين، انا شخصيا ما بقاش فاهم يعني بيكسل ايه وما بيكسلش ايه، بس انا من طريقته وهو بحسه فاهم قد ايه وعارف قد ايه الديتيلز الصغيره دي، انا خلاص اشتريت من الراجل ده. 80% من البيعه تمت مجرد ان الراجل ده اثبت لي ان هو عنده نوليدج وعنده نو هاو وعنده داتا. صح. فده اللي انا بقوله للناس، يا جماعه ارجوكم دو ان اكسترا مايل افورت، روح شوف الاماكن اللي انت بتسوقها، روح خش المشروع، روح خش عينه. انت بتبيع لي على بلاطه، انت بتبيع لناس، وفي الاخر كلكم بتتحسبوا علينا كلنا. ويجي العميل يقول لك يا عم ده البروكر ده مش فاهم اي حاجه. طب ده واحد، طب وانا ذنبي ايه؟ يعني انا في الاخر كلنا بنرجع نسال نفسنا، طب انا ذنبي ايه ان انا يعني انا شغال صح وبحاول ان انا يعني فعلا ندرب الناس ونعلم الناس ونحط ستراكشر، ليه انا بقيت ملطشه في وسط السوق ده كله وكل واحد معدي يقول لي انتوا وانتوا؟ يا عم انا مالي انا؟ صح. يعني طب انا عايز اعرف رايك برضو في حته تانية بقى مختلفه شويه، وهو مستقبل شركات البروكرجز او شركات الوساطه العقاريه في ظل التوسع اللي احنا شايفينه بتاع التكنولوجي، بالاخص الاي اي. اوكي، شايفه رايح على فين؟ بص السمسار هيفضل طول عمره سمسار، ولا بديل عن السمسار لابد الابدين، لان هي مهنه. تمام. بس انا اسف ان انا بقاطعك، انا هخليك تكمل. في دراسه لسه نازله من اسبوع تقريبا كان بتقول انه من اكتر 40 شغلانه ممكن يختفوا بسبب الذكاء الاصطناعي، هي واحده منهم، وانا هقول بنفس اللفظ اللي كان مكتوب في الدراسه، سيلز العقارات. طيب انت قلت سيلز العقارات، طيب عشان كده قلت اللفظ فرق كبير قوي بين سيلز العقارات والكونسلتنت. اوكي عشان كده انا اول كلمه قلتها في القعده دي، يا جماعه السيلز حاجه والمهنه والكونسلتنسي حاجه تانية. صح. تمام. فانا موافقك مليون في المية. السيلز اللي هو الهليهلي ده هيختفي وهيطير ومش هيبقى ليه وجود. اوكي، مليون في المية. لكن الناس اللي هي كونسلتنتس، الناس اللي هي فاهمه، هتفضل دايما ليها راي وليها ناس بترجع لها. زي الطبيب الشاطر، هو ينفع النهارده الاي اي يلغي الطبيب او يلغي المحامي او يلغي ما عشان كده بقول لك المهن ما ينفعش تنتهي. ينفع النهارده تندثر او يبقى ناس معينه ان هم النيش اللي فاهمين قوي هم اللي موجودين. ممكن يجي في يوم من الايام روبوت هو اللي يعمل العمليه، بس هيفضل الاخصائي الكبير المستشاري الكبير دوره موجود ولازم الناس بترجع له. فعامه يعني انا مش قلقان من النقطه دي، وطول يعني الاي اي عامل مساعد وهيبقى دي دور، بس في الاخر العميل هيوصل برضه، في الاخر العميل بيحتاج الفيزيكال كونتاكت ده وهو بيشتري حاجه بالمبلغ ده. صدقني موضوع ان انا عميل يشتري البروسيس كلها through a digital app انا شايفها صعبه جدا، لان النهارده لازم يبقى فيه physical interaction. دي فلوس كتيره. ده انت يا راجل لما تشتري عربيه بتفضل واقف مع البياع، طب وايه، طب لو حصل صح. تحتاج حد تاخد وتدي معاه. فطبعا الاي اي والتكنولوجي دي حاجه مهمه وحاجه هتسهل الشغلانه، بس عمرها ما هتقضي على المهنه. احنا ممكن كمان نتكلم عن الاختلاف الايجابي اللي هيعمله التطور التكنولوجي في الشركات البروكرجز. احنا في طبعا تخوف انه ناس بيقول لك انه الاي اي ممكن تاخد مكان السيلز بيرسون مش الكونسلتنت، لكن في حاجات تانية ايجابيه ممكن التطور التكنولوجي يكون بيساعد فيها في العمليه دي كلها. طبعا يعني هي يعني هو خلي بالك برضو، ما هو الاي اي ما احنا بنستخدمه حاليا مثلا
مثلا في ساعات في السكريبت او في الكونتنت رايتنج او في الاعلانات او يعني يعني التكنولوجيا طول ما انت بتعرف توظفها صح وطول ما انت فاهمها صح وعارف تستغلها تو يور نيد هتفضل مهمه وليها دور ودور مهم. يعني انا ما اقدرش اقول ان الكلام ده مش مهم، لا الكلام ده مهم جدا جدا، ولازم كل الناس تشتغل على النيو تكنولوجيز وتشتغل وتطور من نفسها، لان احنا برضو بره والشغلانه بتاعتنا متطوره جدا جدا عننا بكتير. يعني طيب خليني برضو كويس انت فتحت النقطه دي. في امريكا وانجلترا في حاجه اسمها مالتيبل ليستنج سيستم. مالتيبل ليستنج سيستم، اوكي. طيب هرجع لك لنقطه شويه كده بالذاكره ل 2001 2002 اول ما ابتدينا المهنه دي. كنا ساعتها قلنا ايه، عاوزين بقى نقلد امريكا، فقلنا نمضي مع الناس اكسكلوزيف كونتراكتس. تمام، يعني ايه اكسكلوزيف كونتراكت؟ يعني حضرتك النهارده ده اللي بيحصل في امريكا از وي سبيك. يعني امريكا الايجنت بيمضي مع صاحب العقار 6 اشهر اكسكلوزيف. لو الراجل ده باع لاخوه لوالدته لابنه لاي مخلوق، هو العمليه كلها بتتم في حاجه اسمها المقصه، اوكي، زي البورصه كده. فيمكن العميل المشتري والبائع ما بيشوفوش بعض اصلا، ساعات بيبقى السمسار هم اللي بتاع. السمسار بعقد الاكسكلوزيف ده بيأيد نفسه على البروبرتي دي جوه المقصه. فاول ما بيحصل الترانزاكشن اول واحد فلوسه بتطلع من المقصه هو السمسار. اوكي، زي الاسواق الماليه البورصه في مصر، السمسار هو بياخد العموله بتاعته من المقص. تمام. طيب انت عشان توصل للمرحله دي من الشفافيه وتوصل للمرحله دي لازم يبقى عندك اكسكلوزيف كونتراكت، صح؟ عشان انا يبقى الوحده دي انا اثبتت حقي فيها ان هي باعت لاي مخلوق ان كان، انا عمولتي موجوده فيها. طب يبقى انت هنا محتاج للاسف لما جينا عملنا الاكسكلوزيف كونتراكت ده لقينا ان هو ملوش فعاليه قويه، يعني ملوش قانون ملزم. يعني الناس بتتلاعب بالقانون ده، وممكن يقول لك لا اصل انا بعت لابن اختي، اصل انا بعتها مش عارف لمين، ويعني حلني لو عرفت توصل لحاجه. طيب تاني نقطه الشفافيه دي، ان هو الامان السيستم ده هو كل واحد بيحط عقاره بمنتهى الشفافيه. خلاص انا مضيت مع حضرتك اكسكلوزيف كونتراكت، بخش بكره بروح منزل بيانات الوحده بتاعت حضرتك بالدور بالعماره بالشارع بالمساحه بكل الديتيلز بتاعتك. خلاص الموضوع بقى شفاف. انا محمد عاوز اشتري في الشارع ده، فبخش الاقي الوحده بتاعت حضرتك مع البروكر الفلاني، والوحده في العماره في الدور الثاني مع البروكر الفلاني، بكل الديتيلز بتاعتها بالماركت برايس بتاعها. ده اللي بيعمل الاندكس. اوكي. طب انا النهارده مشكله مصر النهارده لغايه يومنا هذا، انا هقول لك بقى مفارقه مضحكه جدا، احنا ما عندناش اندكس. يعني ايه اندكس؟ يعني مؤشر للسوق العقاري. طول عمرنا في كل السنين اللي فاتت دي بنجتهد ان احنا نعمل مؤشر، بس احنا ما عندناش ليجل او ما عندناش مؤشر بيطلع من الدوله. المؤشر ده عشان تطلعه انت لازم تاخد افريج كل الحاجات اللي معروضه او الحاجات اللي اتباعت، فلازم تبقى ترانزاكشنز كلها ترانسبيرنت، كلها واضحه متأيده وواضحه. بتيجي مثلا تشوف الشارع ده العماره دي، بتلاقي في الام ال اس سيستم يقول لك الافريج بتاع اخر واحد باع في شقته استاذ احمد عبد الحميد، عماره رقم كذا شقه رقم كذا، بالديتيلز برقم الوحده بالسعر اللي باع بيه. اكوردنج بقى للستاتستكس دي والارقام دي انت بتقدر تطلع اندكس للمنطقه او للعماره او للشارع. تمام. طيب انت النهارده بتتكلم على تصدير العقار، ودي نقطه مهمه جدا جدا وما اعرفش ازاي ما حدش التفت لها. انا قلتها كذا مره في كذا مؤتمر يعني، بس يعني الناس ما مشت الموضوع يعني. طيب في معرض اسمه ميبم، ده اكبر معرض عقاري في العالم، وده معرض بي تو بي، ده ما بيخشوش عملاء اصلا. اوكي. ده بيتعمل في كان مره في السنه، هو لسه كان الشهر اللي فات تقريبا. انا حضرت المعرض ده مرتين. المعرض ده هو دول اللي بتعرض فيه، يعني تخش تلاقي جناح لفرنسا، جناح لروسيا، في جناح لمصر. مصر بقى لها دلوقتي يمكن 4-5 سنين بتشترك بجناح في القصه دي. تخش جوه المعرض ده، مين اللي بيحضروا المعرض ده؟ انت اصلا عشان تحضر المعرض ده تخشه بتدفع 1800 يورو. اوكي. فهو مش للجمهور، هو بي تو بي، هو مش للكلاينتس. تمام. تخش المعرض بتلاقي لوحه عليها كل دوله وكتيب عن الدوله دي، كتيب عن اسبانيا، كتيب عن روسيا، كتيب عن الامارات، كتيب عن كتيب ده فيه
كل ما انت كراجل مستثمر او كصندوق عقاري، ان اللي بيحضر المؤتمر ده هم مش مستثمرين اشخاص، هو صناديق عقاريه ضخمه جدا او مؤسسات عقاريه او مؤسسات استثماريه او بنوك، هي اللي بتخش تشوف فرص استثماريه في دول. اوكي. فبيخش يلاقي التاكسز بتاعت الدوله دي، القوانين بتاعت الدوله دي، الاندكس بتاع الدوله دي، مؤشر السعر حصل فيه ايه الفتره اللي فاتت، منطقه زي البحر الاحمر على مدار ال10 سنين اللي فاتوا حصل فيها ايه، التطور في الايجار، عندك اليلد بتاع الايجار بيطلع من كام لكام. الحاجات دي كلها بتبقى مكتوبه في الكتيب ده. اي دوله في العالم النهارده في اوروبا انت بتخش تطلع تقول لك اليلد بتاع الدوله دي او المنطقه دي او برشلونه او الشارع او المنطقه دي، اليلد بتاعها او اللي هو اليلد يعني العائد عن الايجار 7% 6% ايا كان الرقم. الافريج بتاع اسعار المنطقه دي من 2000 ل 3000 يورو، المنطقه دي من 3 ل 4 يورو. ايه رايك بقى ان مصر ما عندهاش اندكس؟ فانت النهارده بتقول لي اصدر عقار اللي هو اروح ابيع شقه لواحد خليجي، ولا اروح ابيع شقه لواحد روسي او ايطالي، انا كده اسمي صدرت عقار؟ يعني النهارده لما بنقول اسبانيا بتصدر عقار، ولا يقول لك اسبانيا بتصدر عقار ب 60 مليار دولار، هو حضرتك ال 60 مليار دولار دي هي شقه فرداني اتباعت لواحد مصري، ولا دي مؤسسات وفاندز وبنوك بتخش تستثمر في الدوله دي؟ فعشان مؤسسه او فند او حاجه يخش دوله، هو اول حاجه بيبص عليها الاندكس. صح يا جماعه دي فلوس، ده كابيتال هنا، فالكابيتال ده ما بيتحركش عشان خاطر البلد دي شكلها حلو او العقار شكله كده ظريف في البلد دي، لا 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 مفيش الكلام ده. الناس دي لما بتتحرك بتتكلم على دويتش بانك، بتتكلم على بنوك بتخش تحط مليارات في دول. تخش مثلا تخش دوله في روسيا، كان اياميها لما انا حضرت كان الاولمبياد او الاولمبياد كانت في دوله في روسيا مش فاكر اسمها ايه، وكانت الدوله دي عارضه في المحافظه نفسها اللي بتخش تعرض في الميبم، تعرض بقى كل المدينه. اوكي فاهم قصدي؟ اه. وبتخش بقى البنوك وبتخش الناس وبيقعدوا مع الناس دي، بيشوفوا الاندكس، بيشوفوا القوانين، بيشوفوا العائد الاستثماري، والله البلد دي حصل فيها ابريشيشن الفتره اللي فاتت، البلد دي فيها فرصه، وبتبتدي اكوردنجلي بقى يحصل الصفقات اللي هي اسمها تصدير عقار. طب عشان يحصل الكلام ده يبقى عندك اندكس، لازم يبقى عندك شفافيه. يعني يبقى عندك شفافيه، يعني يبقى عندك وان ستوب شوب، يعني عندك ريره، يعني عندك كل حاجه مفتوحه وبينه، وكل العقار في مصر باين، فهي كله مربوط ببعض. اعمل الريره ثم طلع الاندكس اللي بيطلعه في دبي هو الريره. دبي ليها اندكس، ودبي اي واحد فينا النهارده تقدر تخش على منطقه يقول لك الرنت في الحته دي بكذا، والرنت الافريج بتاع الحته دي كذا. اكيد حضراتكم جربتوا الموضوع ده وشفتوه. مصر ما عندهاش يا جماعه، ما ينفعش حرام. احنا عندنا الجي دي بي بتاعنا داخلين على 20 حاجه و20% منه ريل استيت، وحتى يومنا هذا ما عندناش اندكس يوحد ربنا. طب هسألك سؤال وعايز، معلش انا ضلمت لا الحلقه لا خالص خالص، بس انا في سؤال اكشن في دماغي وعايز حضرتك ترد بصراحه جدا. اتفضل. لو فضلنا مكملين بنفس الطريقه اللي احنا ماشيين عليها، ايه اللي هيحصل في المستقبل؟ يعني خير، كله خير ان شاء الله. مش يعني هقول لك يعني احنا اتفقنا على الصراحه. يعني بص، هو لا يصح الا الصحيح، وانا دايما بشوف ان كل مرحله بترجع تصلح. يعني هو دايما هي كده، يعني بتلاقي نفسك بيحصل انا خريج اقتصاد، فالاقتصاد يقول لك السايكل، الريل استيت سايكل او الايكونوميك سايكل في اي دوله هي 7 سنين. احنا بقالنا كتير قوي، ما عندنا 7 سنين بكتير، بس يعني ايا كان هي بتعدل نفسها وبتفلتر نفسها، ودايما الدنيا كده ايه، تلاقي تيجي هوجه، تيجي زنقه، تروح مفلتره شويه مطورين، مفلتره شويه شركات. بس احنا مش هنفضل دايما عندنا يعني بنقول يا رب واحنا ما بنسعاش. هسألك يعني السؤال بطريقه تانية، هل الطريق اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي في سوق العقارات هو ده يعني ممكن الطريقه اللي احنا ماشيين بيها يكون سبب من الاسباب اللي هيوصلنا للبابل اللي كل الناس بتتكلم عليها؟ طيب اللي انا بقوله ده ما لهوش اي علاقه بالبابل. لا، انا موضوع البابل ده انا شخصيا يعني، وانا راجل يعني بدعي ان انا راجل دارس اقتصاد، فموضوع البابل ده بعيد عن مصر قوي يعني. أوكي. يعني ممكن عندنا مشكله في القوى الشرائيه، دي حاجه طبعا معروفه. ممكن يبقى عندنا ستاجنيشن او يبقى عندنا حاله يعني ثبات، لكن بابل وانفجار العقار والحق والدنيا ولا لا،
مش هيحصل. ليه؟ لان انت بلد اوريدي الديماند عندك عالي جدا جدا، وبلد انت، انا اسف، انت مش دبي. دبي انا اسف لو بومبا فرقعت هناك والاكسباتس كلهم تاني يوم سافروا، الريل استيت انهار. صح. لان انت ما عندكش ديماند على قد الانفنتوري اللي موجود في البلد. لكن مصر الحمد لله مصر ولاده، ومصر هتفضل محتاجه ريل استيت، وعندها ريل استيت العمر كله. لكن طبعا في مشاكل وفي قوه شرائيه وفي ضعف القوه الشرائيه، ده ليه حلول اخرى ملوش علاقه ان احنا هنتكلم فيه دلوقتي. الحلول الاخرى هي التمويل، وهي المورجج، وهي وحاجات اخرى، والصناديق العقاريه. كل الحاجات دي تساعد على ان القوه الشرائيه تبتدي تعلى شويه، او الناس تقدر تقفول. لكن بنتكلم على الوضع اللي احنا فيه ده يفضل مكمل كده، وده صحي ولا لا؟ بص، احنا بنعمل كل حاجه صح، يعني حق ربنا كمطورين قايمين باللي عليهم وبزياده. يعني طبعا مش الكل، بس بنسبه كبيره جدا كلهم ناس محترمه، ناس ملتزمه، وناس الحمد لله احنا ما سمعناش انا في حياتي على مدار ال20 سنه اللي فاتت او 25 سنه ما سمعتش على كوارث عقاريه في مصر. ما سمعتش على نصبايا في مصر، يعني نتكلم بصراحه. يعني الحمد لله، لا، مصر امان. المطورين في مصر ناس محترمه. ممكن يبقى فيه تأخير، في بعض التأخير، بس لسه ما وصلناش لمرحلة ان احنا يبقى عندنا كارثة وحد نصب وخد الفلوس وبتاع. ثانيا، احنا سوق قائم على مش على المورجج، فالناس هي اللي بتدفع، ما فيش تمويل. الحكومة قايمة باللي عليها وبزيادة في الانفراستراكشر، وصراحة التطور اللي حصل في الانفراستراكشر دي حاجة، يعني الواحد يعني النهاردة بقى فخور بمصر. النهارده انا بروح العاصمه الاداريه ولا بروح العلمين، حق ربنا يتقال، لا يعني احنا كنا في حته وبقينا في حته تانية بصراحه، وفي انجاز رهيب. لكن الحته بتاعت اللي هي المهنه بتاعتنا، لا، دي عاوزه تتنفض، لانها مش هينفع تكمل كده. والمشكله ان هي دي اخر ستيب. انت فاهم، انت عملت منتج محترم، وعملت كيس شوكولاته ولا شيبسي جميل جدا وكل حاجه جميله، وجي الراجل اللي بيبيعه لك يعني قول اللي انت عايزه، قول. لا يعني ما هو يا جماعه، انت لما يجي لك بتاع ديليفري خلاص يا اخي، في واحد بتاع ديليفري وهو بيجيب لك الاكل، انت يعني تبقى شايفه جاي لك من شركه معينه ولابس يونيفورم وحاجه كده بتاع. في واحد تاني بيجي لك ماسك الكيس عامل ازاي ومكرمش ازاي وشكله عامل ازاي وريحه عامله ازاي. انت بتصد نفسك على الاكل نفسه. ما هي كده، ما هي في الاخر السيرفيس يا جماعه، السيرفيس ارجوكم. صح. احنا دوله نفتقد للسيرفيس. ليه اللبنانيين ما شاء الله النهارده مبرطعين في العالم كله وناس شاطرين وارفع لهم القبعه؟ عشان الناس فاهمه يعني ايه سيرفيس. صح. ناس فاهمه يعني ايه تلتزم ويعني ايه ديسيبلين. يا جماعه احنا ما بنعلمش الناس الديسيبلين اصلا. يعني احنا النهارده نقعد نقول صلاح، محمد صلاح، محمد صلاح. محمد صلاح على فكره كموهبه ممكن يبقى عندك 10 محمد صلاح في مصر، وناس ممكن موهوبه احسن من محمد صلاح. محمد صلاح احنا بنبص للموهبه او بنبص لمحمد صلاح، مش شايفين جزء تاني اللي هو اهم من محمد صلاح، هو التزام محمد صلاح، طبعا انضباط محمد صلاح. الراجل ده لما سافر انجلترا، غيره كتير سافروا انجلترا على فكره، ولينا مش عاوزين بقى نتكلم في الموضوع ده بس في ناس راحت وزي ما راحت زي ما رجعت. صح. لكن محمد عرف يتأقلم، عرف يتدرب صح، عرف ياكل صح، عرف يعيش صح، عرف يلتزم. دي المؤسسه العسكريه في مصر هي اكتر مؤسسه ملتزمه، لان عندها انضباط. صح. الراجل بيصحى الصبح الفجر، بيربط جزمته، بيلبس البدله، بيتكتب، بيعمل ده انضباط. احنا عندنا الشباب ما شاء الله الله اكبر، يعني بيجي المكتب الساعه 1 الظهر. يا عم الساعي ما بيجيش الا الصبح بدري، انت فاتك اصلا القطر، انت جاي تعمل الساعه 12 واحد. ما خلاص الساعي ربنا قفل الباب خلاص، هو ربنا قال لك الساعي يعني الصبح بدري. هتيجي بقى الساعه 1 الظهر 2 الظهر تقول لي اسعى 9 مين؟ هتجيلي مكرمش يا اخي انت لو داخل على دكتور. دايما انا بقول يعني الشغلانه بتاعتنا فيها نوليدج، ولازم ده تبقى عاليه جدا جدا. وهديك مثل بالدكاتره، لازم يبقى فيها ديسيبلين، ولازم يبقى فيها سيرفيس. نوليدج يعني انت النهارده لو دخلت عند دكتور، ينفع تخش عند دكتور تساله والله يا دكتور انا مش عارف ظهري بيوجعني، فيقول لك لا اصل انا الحته دي ما خدتهاش في الطب، لا اصل والنبي يا دكتور مش عارف ايه، لا اصل انا الحته دي انا فاتتني اللكتشر بتاعت الحته دي. لا طبعا. هتبص له وتقول له ايه ده، او يكروت لك كده وبتاع. لكن ينفع تخش عند دكتور تاني
يروح فاتح لك ورقه وقلم راسب لك مش عارف ده ايه وده ايه وده ايه. يا اخي بتحس ايه ده دكتور قاعد قدامي. طيب الديسيبلين، ينفع تخش على الدكتور تلاقيه لابس بقى البلطو مكرمش ودم هنا وشعره بقى عامل كده، هتقول يا عم الراجل ده شكله مش ده دكتور، ده مش شكله مش دكتور. لكن تخش على واحد تاني تلاقيه بلطو القلم قاعد ملتزم عنده ديسيبلين اللي هو التزامك وانضباطك لنفسك صح قبل ما يكون المكان انت شغال فيه. انا ازاي ملتزم وازاي انا النهارده يعني الكرافات دي ده ديسيبلين، وده في علم البيزنس هو مهم جدا. لان اي انسان طبيعي عملوا ريسيرشات كتيره، اي انسان طبيعي وحضرتك وانت انا قاعد معاك دلوقتي نفس القعده دي بس لابس شورت وفانيلا هتلاقيني بتكلم بطريقه طبعا، وانا قاعد معاك بالبدله هتلاقيني بتكلم بطريقه، وانا قاعد معاك بجلابيه هتلاقيني بتكلم بطريقه ثانيه طبعا. الخنقه دي عشان كده دايما البيزنس وبالذات الفاينانشال والحاجات دي هو الكرافات حاجه اساسيه. ليه؟ ان انت مجرد بتقفل على نفسك كده زي الجزمه بتاعه الجيش كده والتلميع دي بتخليك انت نفسك بتبقى مودك وطريقه كلامك واحساسك لا في انضباط. فيبقى اتكلمنا عن نوليدج، اتكلمنا انا ما ينفعش اقعد مع ريل استيت ايجنت الاقيه مش عارف صباح الخير من مساء الخير، حضرتك رحت المشروع ده رحته. طب بخش له منين؟ بخش له من فتحه الرحاب ولا من مدينتي؟ والله مش عارف. طب انت على فكره العميل قاعد قدامك هو بيختبرك طبعا. ما تستقلش بالعميل، ابوس ايدك، لان العميل النهارده ده الراجل اللي عشان يشتري ثلاجه بيقعد يفصص الانترنت من اوله لاخره. صح. ده الراجل بيروح يحافظ يعني السبيكس اللي جوه الثلاجه اكتر من الراجل اللي بيبيعها. ما بالك بقى لو راح يشتري حاجه طب انت راح كبير تشتري ريل استيت فاكر يعني ان الراجل اللي قدامك ده مش فاهم حاجه؟ هو عمال بيختبرك يا حبيبي، هو عمال بيسالك اسئله عشان يشوف انت شفت ما شفتش، انت فاهم مش فاهم. طب بقول لك ايه، هو الاوضه هنا كام متر في متر؟ طب اللي مش عارف داخل، انت لازم تبقى الكلام ده شايفه وحافظه وفاهمه عشان تقنع اللي قدامك ويحس فعلا ان انت عندك نوليدج. صح. فده النوليدج. ثم تخش على الديسيبلين اللي اتكلمنا عليه، ثم السيرفيس وهي سرعه السيرفيس. لكن انا النهارده انفض للعميل واقعد باليومين 3 ما اردش على العميل، لا والله انت كده كول قوي، انت كده يعني مية حبيبي العميل مش هيستناك. لا طبعا. يعني وبعدين ساعات تتكلم مع العميل و يعني يا جماعه يعني تواضعوا كده، تواضعوا بتاع، ودي مهنتك وادي السيرفيس. احنا خدامين شغلانتنا، مش عيب ان انت راجل تخدم مهنتك وتبقى شغال وخدام في مهنتك. اعتقد ان دي انسب طريقه نختم بيها حلقه النهارده. الثلاث حاجات اللي لازم يكونوا موجودين في البروكر: ديسيبلين، سيرفيس، ونوليدج. انا بشكرك جدا على حلقه النهارده بجد. انا شخصيا اتعلمت حاجات كتيره جدا ومبسوط قوي لحضرتك اتكلمت بصراحه. طلعت اللي جواك يعني، بتمنى تكون طلعت اللي جواك شويه. الحمد لله. استاذ محمد البناني، مانجنج دايركتور ريد في ريل استيت دومين، انا بشكرك جدا وبشكرك ان انت كنت معايا النهارده. ولسه في الحلقات اللي جايه هنرد على اسئله اكتر، فان شاء الله هنتقابل مره كمان في ليد سمارت بودكاست.